كيفاش تحضري الخميره البلديه في الدار وبطريقه سهله جدا وكتجي زوينه مع حامضه ودغيا كتصدق معك. انا شخصيا ديما هي كندير وكنديرها في الثلاجه لمده 15 يوم شهر، ما كيوقع بها والو. فين ما بغيتها كنجبدها نعجن منها ونخليه. وكما شفتوا انا كندير هذا الخبز دابا اللي دايره قدامكم ديال الخميره البلديه ومستعمله فيه غير دقيق الزرع. يعني طبيعي 100%. حتى نتوما البنات اللي بغيتو تجربوها خليكم معايا وتشوفوا المراحل. قبل ما ندوزو بغيتكم ديروا سبسكرايب وتشجعونا وشي تعليق زوين وتفعلوا الجرس. كنشدوا الدقيق، والدقيق اللي عندك كتشدي الدقيق وتديري معاه الملحه. دار الملحه ضروري، شويه د المليحه دقيق ابيض دقيق صفر. شوفي انت اللي عندك اللي حاضر عندك، تشديه تعجنيه بعجينه عاديه بحال كتعجني العجينه وتخلطيه مزيان. صافي. وكديري فيها التمره واحد جوج، ديري فيها واحد جوج تمرات وديرها في شي قرعه ديال الزاج وصافي. وتخليها لمده واحد 24 ساعه. الغد اللي كتزيدي عليها معلقه ديال الدقيق عاوتاني وتعجنيها معها مع شويه د الماء. نفس الطريقه لثالث يوم. صافي. من بعد كتبدا تطلع الخميره، كتبدا تبدا تخمر. صافي. راه بشوي بشوي كتولي الخميره ما حدا كتخدم وهي كتولي كتطلع الخبز دغيا. وإلا ما بغيتيش يجيك حامض راه غير كديري طريف منها صغيور من الخميره. وإلا بغيتي تحمضيه كتكثري ما حد كي كتكثري الخميره وهو كيحمض. انا شخصيا كنبغي ناكلو حامض، كيعجبني حامض كنكثرها وكنخليه كنكثر الخميره وكنخليه 24 ساعه نقرصو ولا نخليه المهم فوق 10 سوايع. راه حتى ديك الحموضيه راه عندها الفوائد ديالها. داك الا ما فاتش الخبز 10 سوايع راه ماشي خميره بلديه. ايوا هذه هي الطريقه كما شفتوا قدامكم. وهنا غادي نشوفوا النتيجه. ها نتوما ثالث يوم، شوفوا تبارك الله فين وصلت. شوفوا الفقيقيعات. يلا نتوما حيدوا العكاز وجربوها. راه الخميره البلديه صحيه وعندها بزاف ديال الفوائد.